عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن علموا أنها ليست لحي وطنا فاتخذوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا. عندما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، ولو بقي أحد لأحد لبقي الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، ولكن هذه ديدن الدنيا، سوف نرحل عنها ذات يوم ولا يبقى إلا الأثر الطيب الذي يتركه المرء خلفه. وكما عاشرنا وخالطنا كثير من الإخوة الذين فقدوا أحبة لنا، نعم، هجروا ونزحوا وتركوا الدار والمال والأرض حتى امتحنوا في دينهم وعقيدتهم، وامتحنوا في أولادنا أيضا. كأخينا الشيخ أبو مالك أولاده كلهم قد أصيبوا في المعارك وصبر واحتسب، وكنا دائما في خندق واحد، ولكن الأجر أين؟ عند الله عز وجل. نحتسب أجرها عند الله عز وجل، لأنها قد ربت أشبالا أسودا من أسود التوحيد، كانوا إذا سمعوا حيحنة يقولون حي على الجهاد، كانوا على جميع الثغور، وكانوا يرفعون راية الأمة في أرض الشام، فربتهم كالخنساء رحمها الله تعالى. فكلنا سوف نرحل وكلنا ضيوف، ولكن يبقى الأثر. وعندما قال بلال بن رباح لزوجته وهي تقول وكرباه ومصيبتاه، فقال لها لا تقولي وكرباه، لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ونسأل الله أن تكون مع خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ماتت خديجة بكى النبي عليها صلى الله عليه وسلم، فإذا بجبريل يقول لا تحزن على خديجة يا محمد، فخديجة في الجنة في قصر من قصب، وفي رواية من ذهب، لا فيه تعب ولا نصب. نعم، سوف نرحل ويبقى الأثر، وكلنا ضيوف، كلنا ضيوف في هذه الدنيا. ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة جاري، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. عزاؤكم عزاؤنا ومصابكم مصابنا، ونحن نستشعر بالألم، ولكن الفراق صعب، ولكن الموت حق، وجاءت سكرة الموت بالحق، الموت حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خير اختار الرفيق الأعلى. أشدكم بلاء الأنبياء، فأنت من أهل البلاء وزوجتك من أهل البلاء. ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فتعرض حسناتهم وأجرهم، فيتمنون أهل العافية أنهم قد ابتلوا في الدنيا، فيقول يا ليتنا ابتلينا في الدنيا. هذا أهل البلاء. نعم، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن أحببت عبدي ابتليته، إما سقما في جسده أو ماله أو ولده، فإن صبر واحتسب وبقي شيء من سيئاته شددت عليه سكرات الموت حتى أخرجه من الدنيا كيوم ولدته أمه. حتى إذا لقيني استحييت من عبدي أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة من غير حساب ولا عقاب. نعم، الدنيا كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل استظل بظل شجرة ثم قام وسار. فأعظم الله أجركم ورحم الله من فقدتم، ونسأل الله أن تلتقوا معها عند حوض النبي، وأن تشربوا من يد الحبيب المصطفى شربة هنيئة مريئة لا تظمؤون بعدها أبدا. اللهم أنزل على قبرها النور والضياء والسرور، واجعلها من شهداء سعداء أهل القبور. اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم أكرم نزلها
اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.